السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنشوف ازاي نعمل الفراخ. وقبل ما نعملها يا حبايبي، بصوا حبايبي، طبعا انا قلت لبتاع الفراخ يقطعها لي 4 تربع. انت عايزه تسيبيها سليمه ماشي، بس ال4 تربع بيسهل في تنظيفها وبيسهل كمان في سواها. طيب، زي ما انتوا شايفين كده تحت المية الساقعة، اوعي تستخدمي المية السخنة لان المية السخنة بتزود زفارة الفراخ. تحت المية الساقعة كده بنجيب الصدر، ومن بين الصدر من بعضه من بين الجلد، ونشد الحاجات الممزلقة اللي انتوا شايفينها ديت ونغسل كويس. نشد الحاجات الممزلقة ونغسل تحت المية أول بأول لغاية ما نحس إن صدر الفرخة ما عادش فيه المزلقة دي. نمسك الورك، طبعا الحتة اللي هي تحت في الورك ديت لازم تتشال بالسكينة، تمام، زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر دي برضو بتعمل زفارة. طب الكبدة، بالنسبة للقلب لازم تفتحيه بالسكينة عشان بيبقى محتفظ بشوية دم، واحنا عايزين الشوربة بتاعتنا ما فيهاش اي زفارة. زي ما انتوا شايفين كده انا هفتح القلب اهو وانضفه من اي زوايد فيها دم. بعد كده المية اللي انا بنقع فيها الفراخ، ملح كتير، ليمونة ليمونتين تعصريهم وسيبي القشر فيهم، شوية دقيق، وتقومي مدوباهم ونحط فيها الفرخة بقى ايه ساعة ساعتين. هنشطف الفراخ اهو يا حبايبي، تمام. لازم نشطفها من الدقيق والملح والليمون، ماشي. واي حاجة مثلا انت ما خدتش بالك منها، ماشي، بنشيلها. زي مثلا لو في حاجه صفرة زي دي ولا كده جوه الجلد الاصفر ده، انت بقى بتعيدي عليها تاني اهو. شوفوا مفيش مزلقه ولا في، ما عادش في اي حاجه خالص نهائي. خلاص اشطف الفراخ وبعد كده نرجع. السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده شفنا طبعا الفراخ وهي بتتغسل واتنقعت ساعة ساعتين عشان الزفارة. دلوقتي احنا دي طريقة سهلة لعمايل الفراخ علشان خاطر بناتنا اللي أول مرة يخشوا المطبخ. أنا جبت حلة حطيت فيها 3 أرباعها مية، لازم تسيبي فجوة عشان تعملي حساب حطتان الفراخ بتزيد طبعا والغلو بتاعها، تمام حبايبي. طبعا هنعمل المرتة، طبعا شرط المرتة البصل، طماطمايه بندعكها فيها وبالمره كمان بتشيل الزفاره، وهنحط كمان فصين توم. وهنشوف هقول لكم دلوقتي نعمل ايه. بصوا معايا المرته يا حبايبي، بصلايه كبيره جدا، ما عندكيش بصل كبير 3 بصلات زي ما انا عاملاهم كده. الشوربه شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، وز، سمان، حمام، بيحبوا المرتة. كتري البصل زي ما انت عايزه مفيش مشكله. طيب هل يشترط الخرط الصغيره في البصل؟ لا يا حبايب، اهو انا بخلط تخليط عشوائي لان احنا مش بناكل البصل ده. في ناس بقى بتحب البصل بجنب المرتة كده، بيجيبوا بصلايه مصححه زي دي ويقوموا ساقطينها، علشان في ناس بيحبوا البصلايه في الايه، ياكلوها كده. اهو يا حبايبي، اهو تخريط عشوائي اهو، ماشي. الطماطمايه طبعا بنشيل الراس دي لان ضروري تشيلها، بيبقى فيها كيماوي لانها تبقى لازقه في ايه، في الارض، في التربه والشجره والرش، فدي اساس الكيماوي. راس الايه، الطماطمايه. ادي فصين الثوم، بص معايا كده اهو، بس اهو كده يديله نكهه. تعالوا بقى نشوف التوابل معايا كده. شويه ملح، فلفل اسمر، شويه كمون صغيرين، الحيوان بيحب الكمون في المتى يا حبايب قلبي، ماشي.
ده اسمه زعتر، شايفينه؟ حلو جدا جدا للاكل، يا سلام. ده اسمه روزماري، برضو من النباتات اللي بتطلع زيوت جميلة جدا وناجحة للطعام. طيب بصوا معايا هنا، البيضة دي اسمها مستكة، فصين مستكة لو هم كبار عندك، صغيرين حطي 3 4. بصوا معايا، ده اسمه حبهان. انا مش هحطه كله طبعا، بس بوريهولكم بسناني كده وافتحه بطرطوفة سنان عشان اطلع الحب اللي جوه المستكه والحبهان. مقروفه اعملي بالسكينه، شقيه بالسكينه عشان الحب يطلع. لسه في حاجه بسيطه هنحطها دلوقتي، بس هنحطها في الميه بايدك كده اهو، بعزم ما فيكي ودعاكي قوي قوي جدا كده اهو اهو. لفي كل اللي انا قلتهولك، ادعاكي كويس، ادعى كده اهو، بيعمل طعم ونكهه للمرتة، لانك انتي بتنزلي جميع العصارات والزيوت الطياره اللي موجوده في الاعشاب اللي احنا حطيناها، من روزماري لزعتر لفلفل لكمون اهو. افتح بقى الميه اهي، شايفين الميه غلت، لازم الميه تغلي، اوعي تحطي المرتة والميه مش غاليه، بتديها صدمه اهو. بصوا معايا يا حبايبي اهو، المرتة اهي اهي. على طول اقوم ساقطه الفراخ، اوريكم اهوت وراها على طول، مادام الميه غلت كل حاجه تتحط اهو. بص بقى معايا، اخر حاجه هنحطها يا حبايبي ورق الراوله، شايفينه؟ حط 2 3، ما بيقولكش لا، الورق الراوله ده جميل جدا في الطبيخ وحلو جدا جدا. كده خلصنا كل التوابل وحطينا الفرخه، هنغطي عليها تغلي. لو لقيتي الميه بتفور معاكي وبتنزل، وربي بعد ما الميه لقيتها بتغلي وربها كده اهو، شايفين الغطا اهو؟ الوربه ديت الفراخ هتغلي والشوربه تغلي وما تخليهاش تفور. اول ما تستوي هوريها لكم يا حبايبي الحلوين. طلعت الصدر بالذات وقمت اهو، شايفين اهو؟ خلاص استوى اهو خلاص. بص معايا مفشخ ازاي من هنا، شايفين الفجوه دي؟ لما الصدر يبتدي يفشخ عن بعضه كده ويفصل كده كده من غير ما تمسكيها، هو خلاص استوى. هطفي على الشوربه، واول ما تطفي عليها حبايبي طلعي بقى الفراخ وحطيها في طبق لغايه التحمير. ويخليكم لأمهاتكم ويخلي أمهاتكم ليكم، وشكرا، باي باي.